فرنسا. المشكلة هي كالتالي: الناس الأكراد الجالية الكردية والذين هم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني طلبوا الحماية من الشرطة لأنهم رأوا بأنهم في خطر، وبعد ذلك هناك عملية تحقيق جارية الآن في ما يتعلق بقتل الناس الأجانب الذين لا يعتبرون فرنسيين. وكان في السابق حالة مشابهة والنتائج لم يتم التصريح بها إلى الآن. إذن فبالتالي هناك غضب شديد ضد الشرطة الفرنسية التي لم تستطع توفير الحماية لهؤلاء الناس. أي نوع من المسؤولية تتحملها السلطات الفرنسية سيد إيف في تعاملها مع مثل هذه الأحداث، استهداف الأقليات الجاليات الأجنبية في فرنسا؟ علينا القول بأن مسؤولية السلطات تختلف من قضية لأخرى. المشكلة الكردية هي مرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية مع حزب العمال الكردستاني، وهناك ناشط كردي من هذا الحزب تم قتله في باريس. وهناك زيادة في وتيرة هذه الأحداث في فرنسا، وهذا أمر واضح. وفي هذا السياق فإن حدثا كهذا يعتبر خطيرا جدا. لذلك سألتك أي نوع من المسؤولية تتحملها السلطات الفرنسية التي لم تقم كما يقول المحتجون والمتظاهرون الأكراد اليوم بحمايتهم بعد كل الأحداث التي استهدفتهم في السابق ومقتل نشطاء، ومن جهة ثانية ربما مقاربتها في وصف ما جرى لهم أمس قرب المركز الثقافي الكردي بالقول إنه هجوم ذو دوافع عنصرية. واضح أن هناك دوافع، ولكن بالنسبة لهذا الشخص هل تم توجيهه من قبل الاستخبارات التركية أم لا؟ لا ندري إلى الآن، فنحن بحاجة إلى النظر في معلومات كثيرة لكي نتوصل إلى هذه النتيجة. حول تفاصيلها وتطور الموقف هناك ينضم إلينا مجددا حافظ مريبح. حافظ، كيف يتطور الموقف إذا؟ سفيان، في الحقيقة ثمة بعض المواجهات المتفرقة التي ما زالت جارية في بعض الأنهج القريبة هنا من ساحة الجمهورية، خصوصا في افنيو دي تومبل في اتجاه ساحة لاباستي. ثمة مواجهات بين عدد من الشبان والمحتجين الغاضبين وقوات الشرطة والأمن التي تحاول السيطرة عليهم. نشتم رائحة الغاز المسيل للدموع قوية هنا في ساحة الجمهورية جراء هذه الاشتباكات التي تبعد عشرات الأمتار من هذا المكان حيث أقف. الأمتار من هذا المكان حيث أقف الآن.
نشاهد هناك الدخان ما زال يرتفع وأعمدة الدخان جراء حرق عدد من المعدات وأيضا تهشيم عدد من الواجهات وغيرها. نشاهد أيضا أعمدة الدخان تتصاعد من نيران وألسنة اللهب أشعلها المتظاهرون هنا قرب ساحة لاباستي وسط العاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن غضبهم بعد هذا الهجوم الذي يصفونه بالعنصري وأيضا بالإرهابي ذي الدوافع السياسية كما يقول المسؤولون الأكراد والمتظاهرون الأكراد. هنا نشاهد النيران ما زالت تشتعل، هذه النيران أضرمها المحتجون احتجاجا على ما يعتبرونه تقصيرا من السلطات الفرنسية في حمايتهم، لا سيما وأن المسؤولين الأكراد يقولون إنهم سبق أن طالبوا من السلطات الفرنسية بتعزيز حماية مقارهم وبتجديد الحماية الأمنية على الجالية الكردية، خصوصا وأن هذه الفترة من العام تتزامن مع مرور نحو 10 سنوات عن هجوم مماثل لهذا الهجوم. في الحقيقة راح ضحيته 3 ناشطين أكراد آنذاك. ثمة محاولات من قبل السلطات للتهدئة نوعا ما. بلغنا بأن محافظ شرطة باريس لورون نونيز كان قد استقبل صباح اليوم في حدود 10 صباحا بالتوقيت المحلي عددا من ممثلي الجالية الكردية، لكن ذلك على ما يبدو إلى حد اللحظة لم يكن كفيلا بتهدئة الأوضاع وتهدئة الغضب الذي نراه في الأعين هنا في ساحة الجمهورية وأيضا نشاهده في هذه الاشتباكات والمواجهات المتواصلة بين الشرطة والمحتجين. معلومة أخرى بلغتنا منذ قليل أن وزير العدل لورون دوبون-موريتي سوف يستقبل ممثلين عن الجالية الكردية في حدود الساعة 4 مساء بتوقيت باريس. ثمة غضب من التعامل السياسي وحتى القضائي مع هذه المسألة وحتى التعامل الإعلامي مع هذا الهجوم. المتظاهرون هنا يقولون إن هذا الهجوم تم التعامل معه بطريقة مختلفة نسبيا عما كان يقع في أوقات أخرى عندما يكون المستهدفون ليسوا من الجاليات المهاجرة وغيرها. في الحقيقة رائحة الغاز هنا قوية في ساحة الجمهورية ونشاهد أن عددا من المتظاهرين بصدد مغادرة الساحة والتوجه نحو الشوارع الفرعية. هذا يأتي بعد إعلان أو طلب من المنظمين في أكثر من مناسبة من المتظاهرين هنا في الساحة بإخلاء الساحة والمغادرة. يقولون إن رسالتهم واضحة وأنهم أرسلوا الرسائل اللازمة ويريدون أن ينأون بأنفسهم عن الاشتباكات الجارية الآن التي يعتبرون أنها لا تمثلهم. فعلا هم يريدون إرسال رسالة السلام، يريدون القول